السلام عليكم. الفيديو اللي فات اتكلمنا فيه عن موضوع الإظلام وقلنا تفاصيله إيه وأضراره وفوائده، أضرار عدم الإظلام يعني، وإيه فوائد الإظلام وكل التفاصيل وإمتى الوقت المناسب ليه. الفيديو ده هنتكلم عن موضوع التجويع. طب هل التجويع ده مفيد ولا لأ؟ لازم الأول أحدد يعني أكون عارف الحاجة اللي أنا بربيها دي بتاكل كام مرة في اليوم وبتاكل فترات إزاي. يعني عندك مثلا حاجة زي الحمام مثلا بياكل مرة واحدة بس في اليوم. طبعا يفضل إنها تكون في بداية النهار، يعني ما تبقاش أنت قاعد لي صاحي على الظهر ولا العصر ولا احط له اكل. طبعا ده بالنسبه للحمام اللي هو كبير، او اللي هو مثلا راقد او معوز زغاليل، يعني بمعنى اصح. طبعا في حاله وجود الزغاليل والكلام دوت، لا لازم طبعا يبقى متواجد الاكل بشكل مستمر عشان خاطر الاهالي تاكل زغاليلها وهي تاكل كده. طيب في عندك مثلا حاجه زي الفراخ البياض والطيور بقى الكبيره بقى بوجه عام، دي مثلا بتاكل مرتين في اليوم، مره الصبح ومره اخر النهار. طبعا احنا هنيجي في حالات التسمين، سواء احنا بنسمن بقى بط فراخ بتاع، بنبقى عايزين نحط اكل طول اليوم عشان خاطر اللي هو ناخد اعلى معدل يعني تحويل ووزن زياده والكلام ده كله. بس خلي بالك ان الاكل المستمر ده ليه مشاكل. ايه هي مشاكله؟ كتر الاكل دهوت، او مش كتره، يعني فكره ان هو الحاجه بتاكل بشكل دايم على طول، ده بيعمل زي عمليات تعفن جوه الامعاء، وده بينتج عندها بكتيريا ومشاكل صحيه كتير قوي. ده على فكره في كل المخلوقات الحيه، حتى انت كبني ادم. يعني تخيل انت كبني ادم النهارده انت عمال كل في اكل حوالين منك، كل شويه عمال بتاكل، ده هيسبب لك مشاكل كتير جدا، غير اما انت تدي نفسك لفرصه انك تجوع ويبدا الاكل اللي جوه معدتك اساسا يتهضم ويتظبط، وبعد كده تبدا انت تاكل تاني وهكذا. طيب انا برضه عشان خاطر ما اوقعش الدنيا عندي كوزن، فانا بالتالي هبدا اعمل عمليه تجويع دهيت بعدد ساعات قليله مش كتيره، لان برضه في ناس بحس انها بتتغاشم شويه في موضوع التجويع ده، يقول لك مثلا انا مش عارف ست الحاجه كام ساعه، عدد ساعات طويله والكلام ده كله. لا، انت ابدا قيم الحاجه. اولا التجويع ده ما بيتعملش غير لما تكون الحاجه وزنها، يعني مثلا بالنسبه للفراخ مثلا يكون بعد الكيلو ونص، بعد ما الفراخ تعدي معايا الكيلو ونص او كيلو 700، ابدا اعمل فكره التجويع دي. مفيش حاجه اسمها اعمل تجويع من حاجه لسه صغيره، لا، ده طبعا غلط، لان انت كده انت هتضره، لان لسه عنده في تكوينات داخليه وبتاع. فانا هعمل تجويع اهوت في الاعمار او في الاوزان اللي هي الكبيره شويه، هابدأ إن أنا أعمل الموضوع دوّة. طب أنهي أنسب وقت للتجويع؟ هو من بعد الضهر لحد قبل المغرب. ما تجيش تجوّعني مثلًا أنت في بداية النهار، لأ بالعكس، ده أنت المفروض أصلًا بداية النهار تبقى حاطط الحاجة أكل، إن هو ده بداية اليوم بتاعها وبداية النشاط بتاعها. فده اللي هو الوقت المناسب للتجويع، اللي هو من أول من بداية الضهر لحد قبل المغرب. ده كمان بيبقى مفيد برضه كمان في أوقات اللي هو الحر وكده، عشان خاطر طبعًا الأكل بيخلّي إن الكائن الحي نفسه حرارته تعلى. ما تدّيش عدد ساعات طويلة أوي، عشان خاطر أنت برضه ما تفقدش حاجات تانية. لأ، أنت ادّي عدد ساعات على حسب أنت مثلًا شوف الفرخ عندك لمّا بياخد وقت قد ايه مثلا عشان خاطر يحتاج ياكل تاني. لا مثلا والله ده بيقعد مثلا ساعتين على ما يفكر ان هو ياكل تاني، يبقى انا خلاص تمام، انا كده هديله مثلا فتره تجويع مثلا ساعتين. وفي كمان ميزه تانيه في حوار التجويع، ايه هي؟ ان الحاجه لما بيكون الاكل قدامها دايما بشكل دايم، هي ما بتلحقش الجوع، فهي على طول بتقوم واكله، فما بتملاش وصلتها بالشكل الكافي. انما لما انت بتجوع، الحاجه لما بتكون جعانه بتخش على الاكل تاكل بشكل فيه شراهه، فبالتالي بتاكل اكتر، فبتبتدي ان هي حصيلتها تزيد، تلاقي الفرخه كده معدتها قدامها كانها فيها يعني كتله كده كبيره. فده كمان بيوسّع فكرة الحُصلة نفسها، فبعد كده كل ما تاكل بشكل أزيد، فتبتدي تدّيك تحويل أعلى، فده كمان بيبقى مفيد أصلًا كمان في عملية التسمين، بيدّيك أوزان أفضل من اللي هو بيأكّل بشكل، أو مخلّي الأكل على طول دايم. فجرّب موضوع التجوية دوّة، هيفرق معاك كتير جدًا صحيًا وكمان كتحويل وزن.